ثلاثة هو ده باريس؟ هو ده البعبع؟ هو ده مرعب اوروبا يعني؟ هتقول لي يا حازم ايه الدخله دي وانت يعني كنت مصدق مثلا؟ هقول لك ده انا الوحيد يا اخي اللي كنت مصدق، انا واي حد بيشجع تشيلسي داخلين الماتش ده وعارفين ان احنا داخلين نكسب. بعد كم الحرق من اول بطوله بدايه من طريقهم سهل ماشيه معاهم، صعدوا بالصدفه، باريس هيشيلهم سكور. طب يا سيدي باريس هو اللي شال سكور. لعيبه تشيلسي كلوا لعيبه باريس في الملعب حرفيا. البص الراجل المحترم انزو ماريسكا اللي من اول بطوله قلت انه بدا يشتغل ويذاكر كويس، جاي الماتش يدي درس لانريكي وروح بالبطوله. كل اللعيبه كانت رجاله حرفيا، حتى اللعيبه اللي ما كناش مستنيين منهم حاجه عملوا كل حاجه في الماتش. يعني عندك سانشيز مثلا واحد من نجوم الماتش ويترفع له القبعه، تخيل. جوستو اللي كان الواحد اصلا بيتشائم لما يشوف اسمه في التشكيله عمل ماتش عمره. نيجي لجواو بيدرو بقى، الراجل المحترم ده انا مش عارف اوفيه حق، مش هقدر اعبر قد ايه هو انقذني من اللي كنت عايش فيه. الراجل اثبت انه صفقه الموسم من ماتشين بس، وبتكلم بغض النظر عن ماتش باريس كمان اللي هو وصل لان انريكي نزل يضربه بعد ما الماتش خلص. مهاجم بيعمل كل حاجه في الكوره، حتى الادوار الدفاعيه مش بيعملها تقضيه واجب، لا ده بيعملها بقلب، وشال كوره جون من ماركينيوس من ال6 يارد حرفيا. والله عندي كلام كتير في الماتش ده، بس كفايه ان فوز امبارح سكت ناس كتير قوي. بس الخلاصه ان من ساعه ما شجعت تشيلسي ومتعود ان الفريق ده برغم انه طول عمره مسار للسخريه الا انه بيجي مره واحده يرد ببطوله كبيره زي دي ويسكت كل اللي ماشيين مع الموجه، ودي حاجه تطري على قلب الواحد والله العظيم. مبروك لجمهور تشيلسي، وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. سلام.